هاي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي ما يعرفنيش، انا اسمي سارة البرادعي، والنهارده هنتكلم عن المسلسل الكوري اندر كفر هاي سكول، طالب ثانوية متخفي. اول حاجة المسلسل من بطولة سو كان جو وجين جي جو، بتحكي قصة عن عميل سري بيكلف بمهمة البحث عن الذهب المفقود في مدرسة ثانوية، فبيتخفف طالب ثانوي وبيحاول يحل اللغز ويدور على الذهب. هقول لكم الايجابيات والسلبيات زي ما احنا متفقين. المسلسل ما كانش قد التوقعات خالص. ازاي ده؟ المسلسل كان محبوب، وفعلا انا كنت شايفاه ان هو محبوب وناس كتير بتحب تتفرج عليه وكده. بس طبعا انا هقول لكم ايه اللي ما عجبنيش فيه وايه اللي عجبني فيه. خلينا طبعا ندخل في السلبيات على طول، علشان هي سلبيات الصراحه اكتر من ايجابيات. اول حاجه البطل البطل الصراحة جانب إيجابي وسلبي. جانب إيجابي إن أنا أصلا بحبه وبحب تمثيله، وهو لايق على دور اللي هو كظابط، إنما هو ما كانش لايق على دور إن هو تبقى طالب ثانوي، مع إن الموضوع كان سهل خالص. يعني المفروض إن هم كانوا يغيروا شكله، مثلا يلبس نظارة، ينزل شعره على جبهته. القصة دي أصلا بتخلي الممثل الكوري بيصغر 20 سنة، فاللي هو أصلا هو شكله وهو ظابط، هو شكله وهو طالب، ازاي يعني هو حتى لابس اليونيفورم مش حاساه ان هو طالب خالص. هو عامل الدور حلو، بس هو مش عاجبني ان هم ما عرفوش يغيروا شكله، مش واضح خالص ان هو طالب، بالرغم ان في اصلا ممثلين كتير داخلين في الثلاثينات وبيلبسوا اليونيفورم وبيظهروا على طول. مش مشكلته هو، مشكلة اللي هو المخرج، يعني انه ما عرفش ان هو يغير بين الشخصيتين. يعني مثلا في احيانا المفروض ان هم بيلبسوا، لو في حفله بره بيلبس بقى اللبس الطبيعي، فهو كان في حفله لابس فيها البدله، وداخل الحفله واضح خالص ان هو كبير، وواضح ان هو ظابط بقى داخل كده ايه، كاريزما في نفسه. فاللي هو ازاي محدش ياخد باله؟ الموضوع يعني سهل كده. وحتى لما الطالب يعني شافه بره ولابس الكاب ولابس اللبس بتاعه، ما حسش ان هو في تغيير ولا اي حاجه، فانا مش عارفه ازاي. فدي الصراحة كانت أول سلبية. تاني حاجة قصة حبه مع المدرسة، الصراحة ما حسيتهاش نهائي. كان الأفضل يعني المسلسل يبقى مثلا في الجامعة، ويبقى شكله يبقى مناسب، وفي نفس الوقت في قصتين في المسلسل، اللي هي البنوتة اللي هي بنت المديرة عندها قصة مؤثرة، يعني أمها دماغها تعبانة وشكلها كمان كانت بتعنفها، فدي قصة كانت هتبقى قوية لو ما بينهم هما الاتنين، يعني ما بين الضابط وما بين البنت اللي هي ايه بتعاني. وفي برضو اللي هي بنت الكابتن بتاعه، برضو ممكن لو كانوا يقدروا برضو يعملوا منها قصة حلوة ما بينهم، بس ان هو يبقى قصة ما بينه وما بين المدرسة. مش شايفة الكيمستري، ومش شايفة يعني هما ما ادوناش فرصة ان احنا نشوف الكيمستري، ما فيش ما بينهم المشاهد القوية دي أو القصة المؤثرة اللي تخلينا إن إحنا نتأثر بيهم. تالت حاجة تالت حاجة إيه يا ربي؟ تالت حاجة لما هي مثلا البطلة كشفته إن هو مش طالب، بسهولة كده راح معترف إن هو ظابط. يعني إحنا لما بنشوف المسلسلات اللي هي سواء العربي أو التركي أو أي من أي بلد، يعني الموضوع بيبقى فيه سسبنس أكتر من كده، مش بيعترفوا على طول، بيبقى في حاجات تانية بيقدر ان هو بذكائه ان هو يفلت من الموضوع. بس تمام، يعني احنا عشان ايه المسلسل عدد حلقاته صغيرة، عشان يقدروا يقربوا ما بين البطل والبطلة فخلوها تعرف، فتمام هم هيدخلوها في مهماتهم وتساعدهم وكده. المفروض يجيبوا لنا مثلا ان هي ايه بيتحروا عنها، يعني يحصل حاجة عشان يثقوا فيها، انما على طول وثقوا فيها. والغريبة كمان ان هم ياخدوها المكتب بتاعهم اللي هو المفروض سري يوروه لها وبتاع، يعني ايه في ايه؟ يعني لا خالص. يعني في كمان المفروض بالرغم ان القصه لما تقروها الله حلوه شبه الباشا تلميذ بقى لما دخل الجامعه، بس طبعا الباشا تلميذ احلى بكتير. يعني المفروض الحلقات دي انت بتدور على الذهب، وفي نفس الوقت كانوا المفروض يتعمقوا في الشخصيات، يعني الطلاب وكده. يعني هم عملوا قصه الطالب اللي كانوا بيتنمروا عليه، بالرغم ان الممثل نفسه سمج بالصراحه يعني، وما قدرتش اتعاطف معاه من كتر ما هو تنح. بس مثلا عملوا القصه دي يتعمقوا اكتر، يعني ما يبقاش هو ده بس، يتعمقوا اكتر في بقيه القصص. برضو يعرف مثلا معاناه اللي هي بنت المديره، في حاجات تانية كتير، يعني كانوا ممكن يتعمقوا في بقيه القصص فيعملوا احداث كتيره فتخلي
المسلسل يبقى حلو، انما لا ما تعمقوش في اي قصص من دي. الايجابيات بقى ان البطل زي ما قلت لكم هو جانب ايجابي وسلبي، ان هو يعني امور وشكله حلو وفي نفس الوقت بيمثل حلو، فلايق عليه قوي ان هو يبقى ظابط، بس زي ما قلت لكم مش لايق عليه ان هو يبقى طالب. كمان اللي هي عامله دور المديره بصراحه عامله دور تحفه، يعني اللي يشوفها يقول فعلا مجنونه، يعني سايكو خالص. ما فيش حاجه تانية، يعني مش لاقي حاجه تانية اتكلم فيها. المسلسل طبعا انصح بيه ولا لا؟ هو المسلسل انا ما وقفتوش، يعني انا اتفرجت عليه للاخر، بس مش عارفه لو هو كان نازل الحلقات كلها هل كنت هوقفه ولا لا، بس عشان انا كنت بتفرج عليه مع العرض فتمام. يعني هو المسلسل خفيف، يعني ممكن تتفرجوا عليه. وطبعا برضو هو ده رأيي الشخصي في المسلسل، عارفة ان هو عجب ناس كتير، وفي برضو ممكن ناس زي ما عجبهمش المسلسل، وفي ناس ممكن المسلسل يبقى متوسط. طبعا يعني ايه، كل واحد ورأيه. المسلسل تقييمه ليه 6/10. وبس كده، اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك، واكتبوا لي في الكومنتات تحت اذا كان المسلسل عجبكم ولا لا. وبس كده، اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.